المغرب فاز على البرازيل لأقل من 20 سنة في كأس العالم. المنتخب المغربي أصبح أقوى منتخب في إفريقيا بل عالميا بعد فوزه على البرازيل. المنتخب المغربي فاز على المنتخب البرازيلي، أنهى أموره سريعا في مواجهة المنتخب البرازيلي بعد أن هزمه المنتخب المغربي الذي تأهل أولا. المنتخب المغربي المرشح الأول لحد الآن للتتويج باللقب، يصعد في المستوى شيئا فشيئا ويريد تكرار إنجاز 2018 بالوصول إلى الدور النهائي. المنتخب المغربي ظهرنا في كل مبارياته. المغرب هو الذي حقق الاستثناء. المنتخب المغربي بقى صامدا مع المدرب. اعتقد انها مفاجاه. مروك توب عندهم ان ديفونسور اللي انا عجبني بالبزاف. لارير لاتيرال تاع المغرب والو هما كاع ملاح. من لارير لاتيرال تاع المغرب استخدم الناس استخدموا احنا كيف وعلاش يا ولدي نحيونا قاعد الناس البريكول برون دو لارجون سي تو خالصين ويديو في دراهم. المغرب ارفعوا رؤوسكم وافتخروا بانفسكم. الناس هاي تخدم، الناس عندهم منشآت. صح. احنا في الجزائر عم بالو مروح وديكم بدافريك. المنتخب المغربي منتخب حقيقة قوي، ثلاث خطوط تاعهم متكاملة. المدرب يعني عرف كيفاش يخلق الروح تاع التنافس. نهنيو المنتخب المغربي على التأهل تاعو النهائي. لما تشوف المقابلات تاعو نقول ما سي با سين سيربريز، هذا كله عمل اللي قاموا به. نتمنوا له ايضا يمشي بعيد في المنافسه هذه، لان حقيقه انه يقدم في عروض لا باس بها. المنتخب المغربي المنتخب قوي، عنده لاعبين، عنده انا نقول وعنده مدرب ايضا محنك. عنده مدرب محنك وعنده ثاني لاعبين، عنده مان جروب تريز اورغانيزي تاكتيكمون. تحس بلي كاين مدرب تنظيم تاكتيكمون اي سون اكسيلون، عندهم ان انجاجمون فيزيك عجب. المنتخب المغربي فاز على البرازيل سالات الحفل. المنتخب المغربي اقل من 20 سنه اكثر من رائعه مع البرازيل، مقابله عالميه، مقابله رائعه والله القسم. الى شفتها قد نشوف هاك ولكن في التالي كملت هاك. بصح استمتعت في المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي، استمتعت كره والله. زيد الشوط الاول المنتخب المغربي واخا المهم نحكيو على الشوط الاول والشوط الثاني، خليونا من الضوء من بعد نوليو للضوء. الشوط الثاني المنتخب المغربي دخلوا بتكتيك عالمي، يعني 3-5-2. فرضوا الايقاع ديالهم، ضغطوا عليهم، جاتو فرصه باش يسجل في الدقائق الاولى راطاها ما عرفش كيفاش يا اما يعطيها للبقراوي صاحبه ولا كان يرميها فوق الحارس من الديبار قبل ما يزيد عنده. المهم ما عليناش، مقابله رائعه. فوز تخيل انت تربح واحد بطل اولمبياد عنده ميداليه ذهبيه هو المنتخب البرازيلي، وطرماده من اللاعبين، ويعني فنيات رائعه. ولكن وخاصك سته ديال لي جوار يا رب العالي وتربحهم، يعني ماشي سهله. راه خصكم تفتخروا بهاد اللعابه اللي ما عندكم تبارك الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله. وبهاد الجميع اللي راه تخدم، يعني الناس راه تخدم على المدى البعيد. تخيل انت تلعب مع البرازيل بالاولمبي وغدوه تلعب مع البرازيل بالاوفا وتلعب يعني تحتكم مدارس يعني اللي رائده في العالم. يعني البرازيل ماشي فريق مستهان يعني، وتلعب معاه حبه والتكتيك، وتلعب معاه البريسينغ، تلعب معاه باي طرق تلعبتهم معاه. الشرعيه انا خلعتني اليوم، انا الشرعيه ها انت راني عطيتك واحد النقطه، راني من توصل 3 نقول لك راك وليت احسن مدرب، يعني غير شويه بشويه. هذه النقطه الاولى. الا ربحت تعاود البرازيل نزيد لك النقطه الزوجه وهي غادي. المهم واللي خلاني عاود بلعروش الحارس. واش في كاس افريقيا هذا واش هذا هو اللي كان داير في كاس افريقيا؟ اليوم ادى مقابله رائعه هذا بالعروش، والله الا خلاني بالعروش اليوم والله العظيم الا ادى مقابله رائعه. ما كانش خايف، كان مركز ما شاء الله عليه. هكذا بعدا شويه نفضل على روح الغبره، ولكن يمكن ملي كان تبليسا وكان ولا من البليسور في كاس افريقيا كان تالف، ولكن الحمد لله يعني ما شاء الله عليه تبارك الله. شادي رياض عاود بوكاميرا احسن مدافع طالع هو شادي رياض. تا شادي رياض راه يتلصين بصح بوكاميرا شتو الوقفه ديالو ويقلع لك لي بال من ما. والمهم لعلك ترضى. هذاك عاود لي سجل الهدف كي داير له طراك استعرف به. شكون اخر حرايفي، يعني حرايفي هذاك مسكين هذاك كيشطه هذاك والله الا حتى هو حرايفي غير ما ساعداتوش اليوم. واش ما نعرفش الكره كانت ثقيله عليه ولا هو كان ثقيل على الكره، بصح والله ما ساعداتو. حرايفي ديال سلعاب غادي يلعب في الهافر والسهله ولعاب، يعني ماشي انا نضحكوا والله لا لعب الى حرايفي. كاين الحرايفيه وتدور لها يمين يا مال، خليه يختار اسبانيا على روحه. عندك جواهر، انت تربح البرازيل تدور على واحد عاد باغي يبدا مع اسبانيا والمغرب داق اسبانيا، يعني توجد والله العظيم الا كاين الحريفي ما شاء الله. حريفيه ديال الصح،
يعني انت من تدق البرازيل وتزيد الماتش الزوج اللي غاتلو تلعبوا معاه نهار الاثنين، لو كان تربحها عاود تبات فيها، يعني تربح دو ماتش راه ماشي ساهله. يعني فهمت؟ درك نرجعوا للمقابل المشكل ديال الضوء. الضوء يطفى في جميع الملاعب العالم، يكذب عليكم الكاذب في ساندوني يطفى في جميع ملاعب العالم. مشكله وقعت رقعوها في ظرف 10 مينيت ولا 12 مينيت. المشكل فين؟ المشكل في الرياضيه. يا الرياضيه طفى الضوء قلع البث تا يولي الضوء، بصح انت بقيتي قاعده تسناي. انا والله ما فهمت والله انا شمال افريقيا هذا شمال افريقيا اللي مدهسين البي ان سبور وتقلع البث. البي ان سبور كان يصرى مشكل في الملاعب فيهم الضوء يطفى ولا تصرى بروبليم يقلعوا البث. هذه بقات شاده وتسنى. هذه جا قلع يدير اشهار وروحي وتا يولي الضوء ولي باش بلا ما تزيدي يعني ما هما. شوف هي الفوز غطى على كل شيء. المنتخب المغربي فاز على البرازيل سالات الحفله. هضر نتاع على الضوء ولا هضر على الغاز ولا هضر سالات الحفله. انا والله ما بغيت ندخل في هذا الحوار لينا. وشوف هذا العالم يطفى الضوء عالميا ماشي مشكله. تصرا في اي ملاعب كره ارضيه تصرا فيها يطفى الضوء ولا يدير لك مشكل ولكن الفوز يغطي على كل شيء. Franchement, c'était une bonne équipe. On a mis en ordre ce qu'on fait à l'entraînement, ça fait plaisir. Et on s'est retrouvé récompensé. Et alhamdoulilah, on a pu renverser la tendance et faire un gros match aujourd'hui. وكما كتعرف المقابله كانت صعيبه، لاعبين تخاصم كبير. والحمد لله قلتها شحال هذه حنا راه المغرب راه شي حاجه كبيره ما كنخافوا من حتى واحد. الحمد لله سمعنا الكوتش وداك الشيء اللي قال لنا طبقناه. وهذا الفوز هذا كنهديو للجمهور ديالنا والشعب ديالنا الكبير والوالدين ولاي واحد فرحان لينا بهذا الفوز هذا. كنشكركم بزاف وديما مغرب. وهو الماتش كنا عارفينه باللي غيدوز صعيب. الحمد لله بعد على الفوز. كنا باغيين نربحوا. الحمد لله هادشي اللي كان باش نقدروا نفرحوا الشعب المغربي. هادشي اللي نقدروا نديروا لهم من اجلهم. الحمد لله الرباح اللي غادي يخلينا ندخلوا بمورال طالع. إذا متابعينا الكرام كما شفتوا المنتخب المغربي يفوز على المنتخب البرازيلي في مباراته الثانية في كأس العالم 2025 للشباب لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي تأهل للدور الثاني في هذه الدورة هذه. هذا الشيء اللي خلى صدمة للإعلام الجزائري وكيقولوا أنهم يعني ما عندهمش منتخب يعني اللي يقدر يشرفهم بحال المنتخب المغربي اللي صراحة قدم مباراة يعني خيالية صراحة. وهذا الشيء ماشي مفاجأة بالنسبة لنا. يعني المنتخب المغربي يعني تطور في آخر السنوات الماضية من ناحية يعني التيكي تاكا ومن ناحية يعني البنية يعني الجسمانية للاعبين اللي كيحتويها هاد اللاعبين هاد الابناء المملكه المغربيه لجميع الفرق ويعني المنتخبات الوطنيه المغربيه. الكره المغربيه تطورات عكس الكره. اذا متابعينا الكرام بغيتكم كاملين تردوا على الاعلام الجزائري اسفل الفيديو وبغيتكم كاملين توصلوا هذا الفيديو. كما شرف لايك ما تنسوا هذا الفيديو. شوفوا الاعلام العربي والاعلام العالمي.